كان في حد سألنا ايه الفرق ما بين الباب المصفح التركي والباب المصفح المصري. بص، اجمالا يعني الابواب المصفحه دي بحرها حلو وقصصها جميله. باختصار التصفيح بتاع التركي بيبقى اكتر وامتن، فانت بتلاقي تصفيح بالكامل يعني، فبتلاقي شيت من تحت لفوق. في المصري بيبقى تصفيح في الايه، في قوايم مثلا بس، يعني اجزاء معينه مش بالكامل، بيتسمى نص تصفيح. بالنسبه لتخانه الصاج في التركي بتبقى افضل. فدي نقطة تانية. بالنسبة للكوالين، المصري ممكن تلاقي منه 1 كالون أو 2 كالون. طبعا التركي بيبقى فيه 3 كالون، ده عشان ده ال 11 سنتي. حلو. وال 11 سنتي في التركي بيبقى 11 الا ايه؟ واحد. انما بالنسبة للمصري بيبقى 11 و6 10 و6. فدي برضو تفصيلة من الحاجات اللي بتفرق. الفينش بيبقى واحد في الاغلب، لان هو حتى في حاجات بيتقال لك ده مصري تقفيل مصري تجميع تركي او ايا يكن المسمى، بيبقى الفينش بتاعه واحد نفس الديزاين. من الحاجات الاساسيه اللي بتفرق برضو حته ميد ان تركي، اللي هي دي بتقول لك والله ان ده مصنوع في تركيا، ده مش معمول بس ايه في مصر. لو ما لقيتهاش يبقى بالتالي الباب ده مش تركي. فدي من الحاجات. في ناس طبعا بتحط اللوجو بتاع الشركه وهكذا، ولكن اجمالا دي من التفاصيل المهمه، عشان بس الجيران بره محدش يجي يقول لنا بتعملوا كده. فبس خلي بالك برضو انت بتشتري الباب.